حبايبي الحلوين، النهاردة في الفيديو بتاعنا هنتعلم ازاي ننظم بيتنا بميزانية بسيطة، وكمان هنعرف نجيب حاجتنا بالأسعار بعد ما غلت، وننظم تلاجتنا. بس نسمي الله ونصلي على الحبيب، قلبك يطيب. ورقة وقلم وتعالي ورايا يا بطتي. أول حاجة، بورقة والقلم دول يبقوا عندك في درج المطبخ. نكتب أي حاجة ناقصانا: تلاجة، جبن، الخضار بقى بحب أحط فيه كده في سبت وأغطيه بمناديل ورق، بيقعد في التلاجة عندي كتير. الجبن بقى بحب أجيبها بالأسبوع أو بال10 أيام. أول ما تخلص معاكي تبدأي تكتبي إيه اللي ناقص. وعلى فكرة، لما تنظمي الجبن في العلب التلاجة بيبقى التلاجة شكلها حلو، وكمان بتعرفي تمسكي إيدك في الميزانية كويس. الجبنة البيضة ما تخلاش من التلاجة. هعمل معاكم النهاردة كوارع بطريقة حلوة وبسيطة وسهلة وزي بتاعة المطاعم وأحسن كمان. حاولي إنك تجيبي الكوارع من حد مضمون، وياريت أول ما تجيبيها تطبخيها على طول علشان ريحتها بتغير. بعد كده هنجيب مية وننقع الكوارع فيها بمعلقة دقيق ورشة ملح ورشة فلفل ورشة زنجبيل، هيشيل منها أي روايح، ويسيبيها على الرخامة 10 دقايق في الطبق منقوع بالخليط اللي قلتلكوا عليه. بعد كده ايدك الحلوة يا حلوة تقومي جايبة ظهر التلاجة وتحت الحنفية كده تشيلي فيها أي حتة سودا. بعد كده هتبقى فلة، شايفين الجمال؟ وبعد كده نشطفها كويس. هنجيب حلة نصها مية، هنحط فيها رشة فلفل وورق لورو ونسيبها على النار تغلي. ننزل بالكوارع معانا. الفلفل وورق اللورو هيشيل منها أي روايح، وكمان لما تيجي تعملوا الشوربة هتبقى ريحتها حلوة وهتقلب عندك البيت. هناخد حتة بصل صغيرة نحطها في المية مع الفلفل وورق اللورو، هنسيبها على النار. وأول ما المية تبدأ تغلي هننزل بالكوارع غلوة واحدة ونصفيها، وبعد كده نغسلها تاني تحت الحنفية. وناخد معانا بصلة، جزرة، طماطماية، ورقة لورو، فلفل وحبهان ومستكة. على طرف المعلقة سمنة بلدي، هننزل بالمستكة والحبهان. هندي صدمة للكوارع تاخد كده صدمة، بعد ما هنرش عليها رشة ال7 بهارات. تمام، وكمان رشة فلفل. هننزل بقى بالكوارع معانا تاخد تكة من ريحة الحبهان والمستكة والسمنة البلدي. هننزل كمان بالبصل والجزر وبصل بودر وطماطماية، ونحط نصها مية سخنة ونسيبها تغلي على النار. لازم المية السخنة دي اللي هتعمل الشوربة الحلوة. شايفين الشوربة لا ريم ولا عملت أي حاجة، ونزودها بمية سخنة. أعمل معاكم بقى المكرونة الدمياطي، صينية المكرونة العزيزية بطريقة صح، وكمان اوعوا حد يضحك عليكم غير الطريقة دي. بحب أحط المكرونة في المنظمات دي، بتدي منظر حلو للمطبخ، وكمان تبقى منظمة أكتر ما في الكيس. المكرونة العادية بنحط ملح وكمان زيت، لا دي بقى هنحط معلقتين سكر كبار في مية السليق. المية تغلي قوي، هناخد 8 كيلو مكرونة، يعني تمسكيها بإيدك كده زي ما انتوا شايفين على لتر اللبن. أول ما المية تغلي نسيبها 5 دقايق وننزل بالمكرونة تاخد غلوة حلوة قوي. لازم المكرونة تستوى كويس قوي، علشان لو ما سوتهاش هتشرب اللبن ومش هتطلع حلوة. صفينا المكرونة وأخدنا كوباية مية السليق. 8 كيلو المكرونة هياخد معانا لتر لبن. هناخد نص اللتر اللبن في الخلاط،
هناخد كمية المكرونة اللي احنا سلقناها كويس قوي، هنحطها معانا في نص لتر في الخلاط، يا دوبك يتضربوا ضربة واحدة بس. انا مش عايزاها تتفرم، عايزاها ضربة واحدة بس، ما تحسيش انها رز. بعد ما هنضربها ضربة واحدة بس، هتجيب معانا الحلة ونحط باقي لتر اللبن معانا في الحلة الكبيرة اللي هي حلة سليق المكرونة. بعد بقى خدنا كوباية مية سليق المكرونة، هنحط معانا السكر حسب المذاق. أنا أخدت معايا كوباية سكر زي المعيار كوباية السكر بتاعة الشاي. انتوا بقى حابين مذاقكم، شوفوه بقى انتوا عايزينها بإيه. ننزل بقى بالمكرونة المطحونة مع اللبن وكمان الفانيليا. هننزل بقى معانا بمعلقتين كبار لبن بودرة أو كيس اللي انتوا بيبقوا شايفينه ده. بعد كده هناخد معانا معلقتين كبار كريم شانتيه، يعني نص الكيس العادي ده. تمام. بعد كده هنقلب على البارد، وما ننساش ان احنا حطينا فانيليا. هناخد معانا كمان معلقة جوز هند. هنقلب على البارد كل ده. لازم اللبن يبقى بارد ما يبقاش سخن، علشان النشا ما ينفعش يدوب إلا في اللبن البارد. بعد بقى نقلب كل ده، هنحط معلقة جوز هند وده اختياري. هناخد معانا بولة ونحط فيها 4 معالق كبار نشا الذرة. تمام. بعد ما هنحط معاه كمان ندوبه في نص كوباية مية من الحنفية عادية علشان النشا يدوب. هناخد الحلة دي بقى على النار ونقلب فيها كده على النار بالراحة، وكمان على نار متوسطة. شايفين حبيبات المكرونة باينة، بس مهاش باينة انها مكرونة سباجيتي. اول ما اللبن يبدأ يبقبق من الجناب، هننزل بسرسوب من كده النشا متدوب في المية. نبدأ بقى نحرك الحلة معانا ونقلب كده لغاية لما اللبن مع النشا والسكر وكل المكونات بدأ يستوى معانا ويتكتل معانا اهو. بدأ كده يستوى خلاص. هنعمل ايه؟ نولع الفرن الأثناء دي. هنجيب صينية لازم نسخنها على النار علشان أي حاجة ما تلزقش فيها. هنصب فيها الخليط. عندنا النشا والمكرونة وباقي المكونات مستوية، فمش عايزين الفرن عالي قوي علشان أول ما هنحطها ومن الجناب تحمر نولع عليها الشواية وناخد بالنا قوي. بعد ما هنوزع الزبدة على الوش، الزبدة بتدي لون حلو قوي للمكرونة لما بنحطها على الوش، وكمان رشة سكر من على الوش تدي لون حلو وطعم. يا سيدي يا سيدي على الروقان، رشة بسيطة كده. خلاص. نبدأ بقى نحطها في الفرن ونولع الشواية زي ما قلت لكم. الكوارع بتستوي على النار، وكل ما المية تنقص من عليها هنزودها مية سخنة. الكوارع بتاخد سوي جامد. تمام. يبقى هنحطها على النار بدري. هناخد معانا عصير 3 طماطميات، معلقة صلصة كبيرة، ملح فلفل كمون بهار اللحمة. هناخد معانا معلقتين توم كبار هنحمرهم في معلقة سمنة بلدي، وأول ما يتحمروا هنحط حبة كزبرة ناشفة. هننزل بالخليط اللي معانا ونملح الخليط ونسيبه يغلي، والخليط ده هنقسمه 2. هناخد حبة للطاجن بتاع الكوارع وحبة كمان للفتة. معلقة خل ونسيبها تغلي على النار. هنجيب الطاجن بتاعنا بعد ما الكوارع استوت، نحط الملح بتاعنا ولازم تشوفيها كده مستوي سايبة العضماية بتاعتها. هننزل بقى بالكوارع في الطاجن. ما عندكيش طاجن نحط صينية عادية خالص، وننزل بالصلصة المسبكة. قلت هناخد نصها بس والنص التاني هسيبه للفتة. هندخل بقى بالطاجن الحلو ده جوه الفرن. تمام. هنجيب بقى كوباية شوربة من بتاعة الكوارع، هنحط فيها عصير ليمونة كاملة، معلقتين خل كبار، ونسيبها على جنب. شايفين الشوربة لونها ازاي؟
حاجة كده خطيرة. هناخد ربع معلقة سمنة، وهننزل بحبة توم، يعني معلقة كبيرة. أول ما التوم معانا يبدأ يتحمر ويبقى لونه ذهبي فاتح، ننزل بكوباية الشوربة ونرجعها تاني على النار. بعد كده هنجيب الرز معانا الأبيض اللي احنا عارفين كلنا طريقته. هنحط بقى في الصينية الأول طبقة رز أبيض مفلفل، وبعدين نجيب عيش. عايزة بقى تحمصيه في الفرن، احنا أخدنا كمية سمنة وزيت معقولة، نحمصه في الفرن هيبقى أخف وأحسن. هنقطعه كده بطريقة عشوائية جدا، الأكلة دي بتحب اللمة الحلوة. هننزل بقى بالصوص الطماطم اللي انتوا شايفينه الخطير ده على الوش، وهناخد معانا الكوارع المسلوقة ونحطها على الوش تدي منظر حلو. الفتة دي تنفع للحمة الحمرا العادية، يعني لا كده أو كده. شايفين منظرها حلو ازاي؟ ونقول تا 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 تا. الفتة بتاعتنا لونها حلو، وكمان الطاجن لسه خارج من الفرن، ولا يا عيني على الشوربة، ده سمها رائع. شايفين لونها وجمالها، وكمان الكوارع مستوية على الآخر. أتمنى من الله يعجبكم الفيديو، وما تنسونيش في اللايك والشير. عملنا مع بعض طاجن الكوارع والشوربة الحلوة والفتة الخطيرة، وكمان المكرونة طلعت من الفرن اهي، والوش بتاعها لونه ذهبي وجميل، تستاهل بقكم. دي طريقة المكرونة العزيزية الدمياطي بكل حذافيرها، واتقطعت معايا بعد ما بردت بالطريقة الحلوة دي. لا اتهردت معايا، وكمان القطعة بقطعة. يعني لو هتعمليها للضيوف ممكن تعمليها قبلها بيوم وتحطيها في التلاجة، تاني يوم هتتقطع معاكي بالطريقة الحلوة دي، لا تتهرد منك، وهتبقى القطعة بقطعتها. عجبكم الفيديو؟ ما تنسونيش في اللايك والشير والتعليق الحلو منكم. دمتم في رعاية الله وفضله. مع السلامة.